مخرج الجميع بينسا شوف أبي أما قرآن قوتو جتو والمنزل هو الله خبوس ربي والعرب تؤكد فعل الواحد عرب نقولي دلقي سنم تقو دلقو جبيستي فتجعل فلما إنا أنزلناه كنما نتي نبوفنه أبجو خرج مخرج الجميع بين سنما هدو أبو نمني أكوان نمني هدو وجنجر ربي نبوفنه بجو خرج مخرج الجميع مخرج الجميع أكان نمني هدوم بوسيد دبته خبوس ربي بيج عربني توكيد رجبيستي دلقي سنم تقو دلقي جبيستيتي جعلوا بلفظ الجميع لفظ جميعات قوت ليكون أثبته أوكدا أكسبتاته جباته ججا إنا أنزلناه لن نتريبه بنقجو نمني برو وجن انجرو ججو سورة لم يكن ربو ما بيتشابو سمالي سورة لم يكن إنو تدبة مكين أي زائلين دي مونتان ججو قيمة أي القائمة ججو دين القيمة دين دريرات ججو أي أضاف الدين إلى المؤنث دين جما مؤنث الكسلالا مؤنث التيوني الكسيف على التأويل الدين بالملة ملة تقودين كان فسروا ملان سن تانيسا سن فسروا داني أما دين القيمة جي قيمات أنا تركسي يوخان أمو تاي نسيتني تاي مبالغة جنين أكا تاي علامات آية حدثنا مولى شهر ندنا خضرتنا شغل سميت قتادة نفس مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى باب ادنا سمن سندنا من قتادة نفس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الله امرني ان اقرا عليك القران قال يبين الله سماني لك قال الله سماك لي فجعل يبين قال قتادة فانبيت انه قرا عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب باب حدثنا احمد بن داوود ابي جعفر المنادي ادنا روندنا سيدنا ابي عن قتادة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبين مكابين ان الله امرني ان اقرا عليك القران قال الله سماني لك قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال فزادت عيناه سوره اذا زلزلت الارض زلزالها باب قوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يقال اوها لها اي اوها اليها آية ووها لها جيتشوفي ووها اليها واحد فقما حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثنا مالك عن زيد بن مسلم النبي صالح سمى النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاث لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فاما الذي له اجر فرجل ربط في سبيل الله فاثار لها في مرج او روضه فما اصابت من فيها ذلك في الارض او الروضه كان له حسنات ولو انها قطعت الى فسن شرفا او شرفين كانت اثارها وارواسها حسنات له ولو انها مرت من نار فشربت منه ولم يرد ان يسقيها بها كان ذلك حسنات له فيها لذلك الرجل اجر ورجل ربط تفننا وتعففا ولم ينسق الله في ركابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونيام فهي على ذلك وزر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهمر فقال ما انزل الله علي فيها الا هذه الايه الفاظه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى باب ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى حدثنا يا مسلم قال حدثني ابن وهب قال اخبرني مالك عن زيد بن سلمة النبي صالح سمى النبي هريره رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهمر فقال لم ينزل علي فيها شيء الا هذه الايه الفاظه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سورة والآديات وقال مجاهد القنود أي الكفور ربي كفر عدتنا يقال فآثرنا به نقع أي رفعنا به خط زيدين لك خاف تججو حب الخير أي من أجل حب الخير جال الدنيا تيججو شديد أي لبخيل دوينو يججو ويقال للبخيل شديد أكنجان قصل أي مجزة الدبابة مججو سورة القارعة كالفراش المبثوث أي كفوخات الجراد أكسكو والنساء تنججو سكو والنساء يركب بعضه بعض على قرين ثاني قرين رخرو للا المو والنساء جتو كذلك الناس أكسل نمني
غري خي سميتا جانغو يا كيامل لا كالإهن كالوان الإهن اكا غوسا صوفا جيتو وقال عبد الله كالصوفي جيتو كاري. سورة الحكم وقال ابن عباس التكاثر أي من الأموال والأولاد آية. والأسر وقال يحيى الأسر الدار أقسم به سورة ويل لكل همزة قاله طمع أي اسم النار مثل سكر ولظى ولم ترى ألم تعلم قال مجاهد أبابيل أي متتابعة مجتمعة والجليات تتاتي ولكبمت تتاتي جيتو قال ابن عباس من سجيل هي من سنكي من سنكي إذن من سجيل الراحتات جي هي سنك وكيل ورفع دخاجتو سنك وكيل كلماتاني فارسيتاني عربيتهما حجر وتين جيتو دخا ورفع لقوق خطات جيتو سنك وكيل حجر وتين جيتو مانان سورة لإيلاف قريش وقال مجاهد لإيلاف أي ألف ذلك فيأتين سسن شمد سن نبران جيتو فلا يشق عليهم في إسانا تنجبات جيتو جنة خرايا منتي شمدتون بنا خرا شامي شمدتون وآمنهم أي من كل أدو في حرمهم أكنا جيتو على من وينة لإيلاف أي لإنعمتي على قريش جيتو تا سورة ورأيت وقال مجاهد يدعو أي يدفع عن حقه أكا يتامر خديب سجيتو قال هو من داتو رافو لمه يدعون جيتون أجي سورات ورد دبتسون يدفعون ديفا من جيتو ساهون أي لاهون جيتو تا الماعون أي المعروف كله داري شوفا وقال بعض العربي الماء جان وقال إكرمة أعلاها الزكاة إرغررين غاري لا زكاة واجبات وأدناها عارية المتاع ميشانا مكانو كانون دنبر ورقصان جيتو كالكوثر وقال عباس شانك أي عدوك سناد مدنا شيخ مدنا قداد رسول رضي الله عنه قال لما أريد من صلى الله عليه وسلم السماء قال أتيت على نار حافتاه كباب اللؤلؤ وجوان زكاة خنجرا مجوفا فقلت قيسسي منا خنته الكوثر دنا قام زيد القالية دنا سنة النبي ساكن النبي وبيتنا عائشة رضي الله عنها قالت سألت عن قولي تعالى إن أتيناك الكوثر قالت نهر أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم رواه زكريا إسرائيل جل خايا ومطرف عن ابي اسحاق حدثناكم ابراهيم حدثنا وشيخ حدثنا بشير سيد بن جبير انه قال في الكوثر والخير الذي اتاه الله اياه قال ابو بشير قلت لسيد بن جبير فان الناس يزورون نارا في الجنه فقال سيدنا النار الذي في الجنه من الخير الذي اتاه الله اياه سوره قل يا ايها الكافرون يقال لكم دينكم اي الكفر ولي دين اي الاسلام ولم يقل دين لان الايات بالنور فوجبت اليوم كما قال يا دين يشفين جنة لما أما يا ديني سني زيادتني يا بغراقة تملي سني سكسما ويشفين وقال غيره نمر بروكجان لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من أمري هنا يسنين كيبل يجو ولا أنتم عابدون ما عبد أي وهم الذين قال الله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا سورة إذا جاء نصر الله باب نسل من ربيع أبو الواصل أنا مش نبي أما السروقين أنا أشهد رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا بينتك اللهم اغفر لي باب الناس من شباب ناجر المسر المسر بن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بينتك اللهم اغفر لي يتأول القرآن باب قول رأيتنا تدخلون في دين الله أفواجا حدثنا ابن النبي شيبة بن عبد الرحمن قال حدثنا سنبي بن نبي ثابت سيد بن جبير بن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح قالوا فتح المدائن والقدور قال ما تقول يا ابن عباس قال هو أجله أو مثل ضرب الإمام صلى الله عليه وسلم معيت له نفسه باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تواب على العباد ربي غبروت التوبه دي بيا تواب من الناس اي التائب من الذنب جنتا اتنا مسلم اسمه اتنا ابو النبي سيد بن عباس قال كان عمر يدخل بدر فكان بعد وجد في نفسه قال فقال لما تدخل هذا من ولنا ابناء مثله فقال عمر انه من سلمتم فدعوا ذات يوم فدخل ومن فما رؤيت أنه داني يوم دلال يوم قال ما تقول في قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح فقال فنؤمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا فتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال يا كذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا فقال فماذا تقول قلت أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له فقال إذا جاء نصر الله الفتح وذلك علامة وجهك فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا فقال عمر ما لهم إلا ما تقول سورة تبت يدا أبي لهب وتب تباب أي خسران
طبيب أي تدمير هلاك جيتو باب ودنا سنة ودنا بوت ودنا لا مشهد ودنا أمر من ورثة سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرة لك ربيع وراحتك من نقص خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد سفافها هتف يا سفاها فقالوا من هذا فاجتمعوا له فقال أريتم إن أخبرتكم أن نخيلا تخرج من صف هذا الجل أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم من يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم فنزلت تبت يدا أبي لهب وقد تب هكذا قال لهم يومئذ باب وتب ما أقنع ماله وما كسبنا مولى سلم كنا قوتنا مش أمر من ولد سيد بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطاحي فصعد إلى الجبل فنادى يا سبا فاجتمع إلى قريش فقال أريت من الدستكم أن الذي مسبهكم أو مسيكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قالوا لهذا جماعتنا تبا لك فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخر باب قولي سيصلى نارا ذات لهب بن عمر بن سيدنا بيد الله مش أنتني عمرو بن ولد سيد بن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب تبا لك لهذا جماعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب باب قولي امرأته أمالة وقال وجدت أمالة تمشي بالنميمة في جيدها من مسد يقال أي من مسد الليف المقلي ماني كنت ميتيتي مقلي ميتي مالي ميتي مخا ميتي ينتقل بيتني سني يعني ما وهي السلسلة التي في النار اسم مجري وكيلة جتنا جت وكيلة تكوا ها في وجد وكيلة كتبت مجري بالدخيل تعدل جنيا سورة قل هو الله يقال لا ينون أحد كوني في الوصل يتان وجود برسن تنوين تنقول أبو جيتو باب وزنا ما ننسى أحد واحد أحد في واحد تقوم تاجيتو حدثنا ابو اليمن حدثنا شعيب بن ابو الزناد بن نار جنبي وريت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني من وعد ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذب يا فقولوا لا يعيدني كما بداني وليس اول خلق ابي اهون علي من اعادتي واما شتم يا فقولوا اتخذ الله ولدا وانا الاحد والصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد باب قولي الله الصمد وراه تسمى اشراف الصمد قال ابو والد هو السيد الذي انتهى دمينا الذي انتهى سدده قد النساء بكجي سنينجان حدثنا عبد الرزاق بن عمرو من النبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني من وعد ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك اما تكذيب اياي ان يقول اني لنعيد كما بدات واما شتم اياي ان يقول اتخذ الله ولدا وانا الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كفوا وكفاء واحد قل برب الفلك وقال ماجد الفلك اي الصبح وخافق أي الليل إذا وقف أي خروج الشمس يقال أبين هو أبين من فرق الرئيسات بيان اللجن وفلك الصبح والصبح من فرق الصبح يتبر كتبت وفلك الصبح فلك الصبح لو يسصبح لله حساب بيان جانية أبين من فرق وفلك الصبح وهو أبين ذات بيان من فرق الرا التي خنا البيان جيتو وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عاصم بن وعبد تنزير بن أبيش قال سألت بي بن كعب بن الموذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت وخاسقون الليل والكني إذا وقب غروب الشمس يقال نجمة هو أبين وكباغنات فرق الربيان هذا وفلك سبير اللي بيانا كمرة طفنا سورة قل أعوذ برب الناس ذكر ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان إذا ذكر الله عز وجل ذهب الله أكبر تجنة قطع وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه فلا تناب بلا زانا جاء حدثنا عبد الله بن أبي أمامة عن زيد بن بشير وحدثنا عاصم قال سألت ابن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول نينجا بده فقال رسول نجي لي نان قيل لي بلسان جبريل القرآن عرب جبريل القرآن نانجامي فقلت كما قيل لي أني زكما نانجامي دعاء الرجوع رسول الله دعاء يجري بر قرآن جيت فنحن نقول كما قال رسول الله قال أبي جمع
نتيجة كم رسول جي جنة قرآن أجتو. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى الشيباني عن أبي سلمة قال قلنا أشهد وابن عباس رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتلو القرآن وبالمدينة 10 سنين يتلو وتبرم قال سمعت به النبي عثمان قال انبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا ديهية فلما قام قالت والله ما سمعت إلا حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خبرا جبريل أو كما قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا حديث عن أنجل هذا كيسينا أكنا نانجيجي حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا ليس حدثنا سيد المخرج نبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي الله وتيما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي يؤتيه وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن يكون أكثرهم تابعين يوم القيامة لا أمر محمد ندنا يقوم إبراهيم حدثنا أبي سالم وكذا من مشابه قال أخبرنا مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تاب على رسول صلى الله عليه وسلم وحي قبل وفاته التابع فأكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تنابني أدنى سنة رسول بن قيس قال سمعت جدوى يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلة أو ليلة فأتته امرأة فقال يا محمد باء شيطانك إلا قد ترك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ودعاك ربك وما قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب وقول الله تعالى والعربي وقول الله تعالى أنا نبري بلسان عربي مبين تناول يوم نحن شبه الزوري أخبرني رسول مالك قال فأمر عثمان بن زيد بن ثابت وسعيد بن سعيد وعبد الله بن زبير عبد الرحمن بن عاصم أن ينسخوها في المساجد كتب قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في أرية في لغة عربية لغة عربية يسقون لبدا من أرية القرآن من عربية القرآن قولي لغة عربية قرآن الراتات يسقون لبدا اكتبوها بلسان قريش لغة قريش كتبها فإن القرآن نزل بلسانه ففعلوا أكسب دلقا وقال أسدنا يا يعني من جريج قال أخبرني قال أخبرني صفوان بن جوال من وجدي أن يا لا كان يقول أيتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الواو فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه صوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاء رجل متدمخ في تيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل نارا في جبة بعدما تدمخ في تيب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الواو فأشار عمر إلى يالا أن تعالى فجاء يالا فأدخل رأسه فإذا هو مهمر الوجه يخط كذلك ساعة ثم سريانه فقال أين الذي يسألني للمرأة آني قلت مثل الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزع ثم اصنع في امرأتك كما تصنع في جدك باب ترك القرآن محمد بن عمران الثعلبي القوي العزيز بن مغاب بن معبد بن سعد بن ربيعة بن الدمشقي عن ابي ادريس القولاني وابي عثمان عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاطمه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله مجاهد الثواب وجاهد المصائب وسنه وسماء وابواب الجنه يدخل من اي اشاء قال ابو اسحاق بن ربيعه قال ابو اسحاق حديث عمر قد خولف زيد بن هباب في هذا الحديث كيف كلف مجان نما يتخلى به قال أبو إسحاق تجي وروى عبد الله بن سالم وغيره عن معاوية بن سالم عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب والنبي كانوا خرمني بيان سخنا ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء قدون كيس فيان تاتو توقع كباجي كما وجن مقر غارما سيا جنان قال محمد وابو ادريس لم يسمع من عمر شيئا اكن جننيس باب في الوضوء بالمد وداچو خيسوان دفه حدثنا احمد بن مني والي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابي رياحانة عن سفينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالساعي قالوا في الباب عن عائشة وجابر وانس بن مالك قال ابو عيسى حديث سفينة حديث حسن سيء وابو رياحانة اسمه عبد الله بن مطر وهكذا راى بعض اهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالساعي وقال الشافعي واحمد واسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت بشان وضوء قدروا رتي متيلا أنكنا جنين أنه لا يجوز أكثر منه أنكسر قدان بقوا على التوقي جاهم توقي تقول حددوا رتي متيتان لا يجوز أكثر منه أنكنا قدان سنبقوا ولا أقل منه أنكنا تكان سنبقوا يتشو متي ورمسي فسربيق وهو قدر ما يكفي وضوء جيتشولال وهو القدر المذكور بني قدر دبته هو مسيقات ودي سيجيسوس ودي أول سيجيسوس ودي قدر سيجيسوس شريان أن كان الجنة جيتو
باب ما جاء في كراهة الإسراف في الوضوء بالماء. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خارجة بن مسعود عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان شاخلا جنين فاتقوا وسواس الماء. وسواس بشان كيس النمر هرا يقدر دايما قلنا دينين. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال ابو عيسى حديث ابي بن كعب حديث قريب وليس اسناده بالقوي. والصحيح عند اهل الحديث لاننا لا نعلم احدا والصحيح عند اهل الحديث. سيدني والحديث برتي لاننا لا نعلم خنا ولا متبين والقول الصحيح قلت لان سيدني والحديث برتي لاننا لا نعلم متبين يا أحد أسنده غير خارجية. إذا مليها مسند قريم مرفوع قريم بين متنافتك كبادا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن يوحنا وليس إسناد بالقوي يتدي وهو يتان جبهته لبوكن هو الصحيح عند الحديث لكن لا أكد قتلال وهو غنى جبهته لبوكن إذا صحيحته والحديث برت مالف جبهته لأن لا نعلم هذا أسنده غير خارجية لكن أكنا. ولا يسيء في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجية ليس بالقوي عند أصحابنا. أصحابنا أقولوا أي محدثين قدا جمع بلان كابونين على السنة دا والرديس برجتو. وضعفه ابن المبارك. عبد الله المبارك فان ضعيف جنين جن. باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. حدثنا محمد بن مجد الرادي حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق عن أميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. ما لسون كان النبي بيجت خاصة سنن مالاني ماله واجب الناني ودو دجون سنن مالاني. قال أبو عيسى حديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه. والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استبابا لا على الوجوب. لا على سبيل الوجوب قولي. وقد روي في حديث عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تودى على طهور كتب الله له به 10 حسنات. ودوك أبونا بتودى ثواب خلان كبادي فقل. قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي وخطيف عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حميد. وروى هذا الحديث خان سيقوت ديما. حدثنا بذلك حديث محمد بن خانا على سيد بن هريث المرزوقي على طول كتب الله له ب10 حسنات خنا. حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الافريقي وهو اسناد ضعيف. قال علي بن المدني قال يا ابن سيد القطان ذكر لي هشام بن عروة. هشام بن عروة ابن دبتمه هذا الحديث كن دبتمه وقال هذا اسناد مشرقي. اسناد ورا شرقيتي قال سمعت احمد بن الحسن يقول قال ابو عيسى سمعت احمد بن حنبل يقول ما رأيت مثل يا ابن سعيد القطاني. نمك يا ابن سعيد القطاني حديث فتش وخيست. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قلت فانتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال ابو سعد هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن انس حديث جيد غريب حسن. باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي سفيان عن القمة بن مرثد عن سليمان بن بريد النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال عمر انك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عمدا فعلته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم زاسني عبد الرحمن بن مهدي الغيبي عن سفيان الثوري وزاد فيه كان علي المقادم قونا فيه تودى مرة قال وروى سفيان الثوري هذا الذي سيدنا عمار هذا كان الناس على ما جرى عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه علي المقادم الدين بن غنم وكيع عن سفيان عن معاذ بن سليمان بن بريدة عن أبي قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن معاذ بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وهذا أصح من حديث وكيع. مرسل توقنات حديث وكيع سنرى أصحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي صلوات بوضوء واحد. مالي بساط لا وكيع إنما سكة حافظ لانفراده وكون ابن مادي مع خيره إني خلما سكة حافظ يتيخو بامبي وكيع علمي مادي خو شريخة قبا أكسيب أسيرته يجيشو والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي صلوات بوضوء واحد ما لم يوجد وكان بعده يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي قتيبة بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طور كتب الله له بعشر حسنات وهذا إسناد ضعيف. في الباب عن جابر بن الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. وهو ما جاء في الوضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. بالكاف قرأ لما قبل نزول آية الحجاب وصاع النجاب عن بين درت. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ابي الشعث. يوخن جارتي جنان. عن ابن عباس قال حدثني ميمونة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح وهو قول احمد الفقهاء لا باس ان يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وانس وام هاني وام سوية الجهنية وام سلمة بن عمر. قال ابو اسحاق وابو الشعث اسمه جابر بن زيد. باب ما جاء في كراهة فضل طهور المرأة. حدثنا محمود بن قيلان قال حدثنا وكيع سفيان عن سليمان التيمي عن ابي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال وفي الباب لا إنه التنزيه. قال أبو إسحاق وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يرى بفضل سؤرها بأسا. أم باسي ومن قبو أم بشان سنة ودى تنجب بنية جبان جبات زياد جنان. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا جبريل عن الحكم بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتودى الرجل بفضل طهور المرأة او قال بسورها. شكر رايدا. قال ابو اسحاق حديث حسن وابو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودى الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار. لفظي شك ما جاء في الرخصة في ذلك. فضلي لا رافع كيس الرخصة. حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن عن كلمة ابن عباس قال اغتسل بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتودى منه فقال يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا ينجب لا يجنب. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. حدثنا الناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله انا اتودع من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحياد يسين إيلا بچون ايدي قبضفان كيسد دربمتو ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن وقد جود ابو سامة هذا الحديث فلم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر بضاعة احسن مما روى ابو سامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة باب منه اخر. باب بدر راته. حدثنا حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبيدي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع وما ينوبه بشان بن اسحاق بفا كم جنين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء لم يحمل الخبث. اما كم مفهوم مخالفه جنين مفهوم كان منطوق انت دي بس ما لم يتغير خجو يجي جيرمه ونيس ما نجي فما جنان. قال عبدة قال محمد بن اسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يسقى فيها. قلة وجن غاوادا قلة وجن ما التي يسقى فيها تنو بشاور ابتنين تنا غاوا. قال ابو قال ابو عيسى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا كان وهو قول الشافعي وهو حديث نخجو واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه. وقالوا يكون نحو من 5 قرب. ادري كربة شنيخ جوجا. باب ما جاء في كراهة البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق معمر ممنون بين النبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتودع منه. قال ابو سعد جابر. باب ما جاء في